السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهيوات بشاير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سندويتشات ل10 دقائق بحشوات بسيطه ولذيذه بزاف، هي اللي تنفعكم في هذه الحراره وهذا الصهد، اقتصاديين ومحبوبين عند الكبار وعند الصغار. خليكم معايا اخواتي حتى نهايه الفيديو. وقبل ما نبداو كيف العاده ما تنساوش اختكم بشيرم واحد اللايك فضلا منكم وتشجيعا لي. خليكم معايا وفرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة للسندويتشات الأولى غنحتاج لها عندي هنا خيزو اللي حكيتو على هذا الشكل هذا بحال الشكل ديال السباكيتي، بطاطا مسلوقة، عندي الباربة أولا الشمندر اللي حتى هي مسلوقة، واحد جوج بيضات أولا 3 مسلوقين، كمية ديال الخس اللي مقطعاه من طبيعة الحال من بعد ما غسلته ونظفته، واحد نص خيارة، واحد الحبه ديال الطماطم اللي مخليها بالقشره ديالها، محيده لها غير ديك الزريعه اولا داك اللب ومقطعاها على هذا الشكل هذا. كيتشوب اللي الا كان عندكم كيتشوب منزلي استعملوه، ومايونيز كذلك، هذا المايونيز راه صنع منزلي، اما الكيتشوب فراه ما بقاليش وخديت هذا من المحلات. عندي هنايا واحد الكميه ديال هاد الكومير الصغيور اللي كيكون على هاد الشكل هذا، اللي من طبيعه الحال حيدت له ديك اللبابه ديالو. واول حاجه غادي نبدا نستف فيها هي هاد الخضر. صدقوني هاد النوع هذا ديال السندويتشات راه كيكونوا محبوبين ومطلوبين في هاد الحراره وفي هاد الصهد. كيف شفتوا درت الطبقه الاولى ديال الخس، وغادي ندير كذلك البطاطا اللي مسلوقه. بالنسبه للخضر اللي سالقه فراني سلقتها كلها، سلقتها بالملحه باش كتجي بنينه. وبالنسبه للخضر اللي مخليها هكاك فمخليها على طبيعتها. كيف شفتوا درت الخس، درت البطاطا، وكذلك هنايا كنستف الباربه. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الخيزو اللي هكاك خضر وحكيته. الصراحه راه كيجيو هاد السندويتشات هادو مع هاد الصهد كيف قلت لكم وهاد الحراره، هاد السندويتشات هادو هما اللي كينفعونا. اول حاجه صحيين ومفيدين للجسم لانهم فيهم الخضر، وثانيا ساهلين واقتصاديين. مع كويس د العصير او لا كويس ديال المناضه فلكم الاختيار. كيف شفتوا درت واحد شويه ديال الخيار، واحد الحبات، درت شويه ديال مطيشه اولا الطماطم، واحد الطريفات ديال البيض مسلوق. غادي نعاود واحد اخر. كيف شفتوا كندير البطاطا. بالنسبه للتستيفه فباش ما بغيتوا تبداو كتبداو. درت البطاطا، هاد الوريقات ديال الخس اللي مقطعاهم هكايا رقيقين اولا صغيورين، الباربه كذلك. غادي نضيف الجزر اولا هاد الحبات هادو ديال الخيار. بالنسبه للخيار يمكن لكم تعوضوه بالفقوس، فهذه هي الوقيته شنو ما كان، يا اما الخيار يا اما الفقوس فراهم كيجيو بحال بحال. غادي ندير واحد الطريفات ديال مطيشه اولا الطماطم، طريفات ديال البيض. وكيكون هذا هو الساندويتش ديالنا اللي حضرت معكم. بالنسبه للساندويتش الاول ساهل اقتصادي ومحبوب، صحي وطبيعي للجسم. من بعد ما عمرت دوك الكوميرات الصغيورين اولا دوك الباريزيانات كاملين، كنبقى ندير هكايا واحد الخطوط ديال الكيتشوب. وبالنسبه للمايونيز فحتى هو غادي ندير المايونيز. انا هاد الساندويتشات راه واحد الساندويتش هذا الوسطاني راني ما درتش فيه الكيتشوب، درت فيه غير المايونيز. كاينين اللي كيبغيو ياكلوا لي الكيتشوب وكاينين اللي ما كيبغيوش ياكلوا لي الكيتشوب. صافي كندير هكايا هاد الكميه هذه ديال المايونيز. وكيكونوا ساندويتشات ديالي واجدين، ساهلين اقتصاديين لذاذين وبنانين، والاهم انهم صحيين ويصلحوا لنا في هذه الحراره وفي هذا الصهد. كيف العاده ما تنسونيش من واحد اللايك. وكيكونوا هادو هما الساندويتشات الاولين اللي حضرت معاكم.
غادي ندوزو للسندويتشات التانيين اللي تا هما من اسهل ما يكون. ما توقفي بزاف في كوزينه، ما ديري مجهود. بالنسبه للسندويتشات التانيين، عندي هنا واحد العلبه ديال الطون اللي بطبيعه الحال صفيتها من الزيت وفرتتها على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. يعني راني صفيتها من الزيت ديالها وفرتتها. واحد البصله بيضاء اللي قطعتها مربعات صغارين. واحد الكميه ديال الزيتون خضر مقطع. وعندي هنايا هاد الصلصه الحاره. بالنسبه لهاد الصلصه الحاره، انا حتى الا ما كانتش عندكم الصلصه الحاره، ديروا واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه وخفوها بشويه ديال الماء، وها هي الصلصه الحاره واجده عندكم. لان هاد الساندويتش هذا ضروري ما كيكون فيه الحار. كيف شفتوا انا خديت غير خبيزات اللي كيتباعوا بدرهم في المحلات. قسمت كل خبزه قسمتها في النص، حيدت لهذيك البابه ديالها. كندير واحد التفريشه ديال هاد البصله البيضاء اللي مقطعاها مربعات صغار. واحد التفريشه كذلك ديال الطون اللي مصفيه من الزيت ومفرته على هذا الشكل هذا. هذا ساندويتش ديال الطون والحرور. راه ما كاينش اللي ما كيبغيش هذا الساندويتش هذا. سبحان الله، محبوب عند الكل. انا الصراحه كيحماقوا عليه عائلتي. هاد الساندويتش هذا ديال الطون والحرور. درت واحد الكميه ديال الزيتون اخضر اللي بلا عظم، وغادي ندير واحد الصلصه الحاره. وها هو الساندويتش ساهل ماهل. كيف قلت لكم في بدايه الفيديو، ساندويتشات العشر دقائق. كيف شفتوا، ها هو ساندويتش ديال الطون والحرور. غادي نعاود واحد اخر. كندير تفريشه ديال البصله. حتى هاد البصله هادي الصراحه راها كتواتى مع الطون، خصوصا الا درتو حتى نتوما البصله البيضاء ماشي البصله الحمراء، لان البصله الحمراء كتكون حاره واحد شويه. فانا كنفضل هاد البصله البيضاء اللي كنقطعها هكايا مربعات صغيورين. كيف شفتوا كندير هاد الكميه هادي ديال الطون، وكندير كذلك واحد التفريشه ديال الزيتون الاخضر. هاد المكونات هادو كاملين كيتواتاو مع بعضياتهم، وكنزيدو نسموهم بهاد الصلصه الحاره. وها هو ساندويتش واجد. حضروه للغدا او للعشاء، فلكم الاختيار. بالنسبه ليا انا بحال هاد لي ساندويتشات هادو كنديرهم للعشاء، لان كيف معروف في العشاء كنبغيو نديرو غير شي حاجه اللي كتكون خفيفه. بالنسبه لهاد نص خبزه التاليه، فما غاديش ندير فيها، غادي ندير لها ونضيف لها واحد المكون اللي هو لانشون اولا الكاشير. درت البصله، درت كذلك هاد الكميه اللي بقات لي ديال الطون، وغادي ندير داك الكاشير حتى هو راه كيتواتى مع الطون. قطعته هكايا دوائر صغيره. كندير هكا واحد التستيفه، وعاد كندير واحد الكميه ديال الزيتون. بالنسبه يعني انا عطيتكم الاختيارات، يمكن لكم تكتفيو غير بالطون والبصله والزيتون، او لا تضيفوا كذلك هاد لانشون اولا الكاشير. وكندير الصلصه الحاره. وها هو الساندويتش واجد. كيف قلت لكم سندويتشات العشر دقائق، ساهلين، اقتصاديين، لذاذين وبنانين، خصوصا في هاد الحراره وهاد الصيف، مع كويس د الموناضه اولا كويس د العصير. وهانتوما معشيين احسن عشاء. اخواتي، كنكون حتى لهنايا وصلت لنهايه الفيديو. شاركت معكم هاد السندويتشات هادو، نتمنى يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. قبل ما تغادروني ما تنسونيش بواحد اللايك فضلا منكم وتشجيعا لي، وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده. الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله.